ليه النمذجة المالية مهمة؟ ليه المفروض تهتم بالنمذجة المالية؟ في الدقائق الجاية هشرح لك يعني إيه نمذجة مالية Financial Modeling وإزاي فهمها ممكن يساعدك تطور مستقبلك المهني. فلو أنت شغال أو ناوي تشتغل في مجالات زي الكوربريت فاينانس أو الانفستنج بانكينج أو حتى التخطيط والتحليل المالي FP&A أو أبحاث الأسهم أو البنوك التجارية أو أي مجال من مجالات التمويل المؤسسي أو الكوربريت فاينانس، فبناء النماذج المالية الفاينانشال موديلز بيكون جزء أساسي من الشغل اليومي. الواقع بيقول إن في أغلب مجالات الفاينانس اللي فيها فرص كبيرة وشغل مهم، النمذجة المالية مهارة أساسية لازم تكون عندك. ببساطة النمذجة المالية هي أداة بتساعد الناس اللي بياخدوا قرارات إن هم ياخدوا قراراتهم بشكل مدروس. القرار ديت ممكن تكون مثلا نستثمر في شركة أو أصل أو ورقة مالية ولا لأ، نبدأ مشروع جديد زي مركز أبحاث أو مصنع جديد، طيب نعمل صفقة اندماج أو استحواذ، سواء نبيع شركتنا أو نشتري شركة تانية، نجمع تمويل من السوق ولا لأ. النوع ده من القرارات بيأثر بشكل مباشر على مستقبل الشركة، والنمذجة المالية هي اللي بتساعدنا ناخد القرارات ديت على أساس سليم. فالنموذج المالي المظبوط بيساعد الناس اللي بتقرر إن هي تجرب سيناريوهات مختلفة وتشوف النتائج المحتملة، وفي النهاية ياخدوا قرار مبني على معلومات، وده الهدف الأساسي. النهاردة في كلام كتير عن برامج جديدة بتستخدم في النمذجة، بس من خلال خبرتي ومن خلال خبرة ناس كتيرة جدا شغالة في المجال، برنامج الإكسل لسه هو الأداة الأساسية في النمذجة المالية. على الرغم إن في تقارير صحفية طلعت من فترة عن شركات بدأت تسيب إكسل وتحول لبرامج تانية، لكن الاستطلاعات اللي اتعملت بعد كده بينت إن أغلب المستخدمين لسه بيعتمدوا على إكسل بشكل أساسي. فلو عايز تكون محترف في النمذجة المالية لازم تكون فاهم إكسل كويس قوي وتعرف تبني نماذج مالية عليه. ودلوقتي المفروض تكون فهمت الأساسيات بتاعت إمتى وفين النمذجة المالية بتكون مفيدة. النمذجة المالية بتساعدنا نقيم مواقف محددة جدا وناخد قرارات على أساس الوضع اللي قدامنا، وبما إن القرارات اللي بناخدها في البيزنس بتختلف حسب كل موقف، فالنماذج اللي بنستخدمها علشان نقيم القرارات ديت بتختلف برضه. وفي شوية أنواع رئيسية من النماذج المالية اللي غالبا هتقابلها في الشغل، وأول نوع اسمه النموذج المالي المؤسسي أو الكوربريت فاينانشال موديل أو نموذج القوائم الثلاثة اللي هو الثري ستيتمنت موديل. الهدف من النموذج ده إننا نفهم الشركة ديت شغالة إزاي دلوقتي ومتوقعين تشتغل إزاي في المستقبل، يعني بيورينا الدنيا رايحة على فين لو فضلت الدنيا ماشية زي ما هي. وعلشان نبني النموذج ده بنستخدم تاريخ الشركة اللي هو الهيستوريكال داتا، وده متاح دايما ما عدا لو الشركة لسه جديدة خالص. في الحالة ديت بنعمل assumptions أو افتراضات إن الشركة هتفضل شغالة إلى ما لا نهاية، وطبعا ده مش هيحصل فعلا، بس الافتراض ده بيساعدنا نحسب القيمة النهائية اللي هي التيرمينال فاليو في آخر النموذج. يعني بناخد أرقام التدفقات النقدية الكاش فلوز من تاريخ الشركة ونتوقعها لفترة قدام، وبعدين نفترض إن في لحظة معينة الشركة هتتباع أو تتقفل، وساعتها بنحسب قيمتها النهائية التيرمينال فاليو في الوقت ده. تاني نوع اسمه نموذج تمويل المشروع أو البروجكت فاينانس موديل، وده غالبا بيكون مبني على نموذج الدي سي اف اللي هي الديسكاونتد كاش فلو، تدفقات النقدية المخصومة. النوع ده بيستخدم لما شركة تفكر تستثمر في حاجة معينة زي مشروع بحث وتطوير أو قطعة معدات جديدة أو تبني منشأة جديدة وهكذا. المشاريع ديت أو البروجكتس بتمر بكذا مرحلة، يعني مرحلة الاستثمار الانفستمنت فيس، يعني نشتري أو نجهز الحاجة. تاني مرحلة مرحلة تحقيق الإيراد الريفينيو جنريشن فيس. تالت مرحلة مرحلة الإنهاء أو التصفية الإكزيت أو ليكويديشن فيس، لما الحاجة تخلص أو تتباع أو تتشاء. في الحالة ديت مفيش تاريخ أو بيانات سابقة نشتغل عليها، فبنركز على التدفقات المستقبلية للتدفقات النقدية طوال فترة المشروع، ومن خلال ده بنقرر إذا كان المشروع ده يستاهل الاستثمار ولا لا. تالت نوع اسمه نموذج الشراء بالرفعة المالية اللي هو الليفرجد باي اوت موديل أو ال LBO. النماذج ديت قريبة جدا من نماذج الاندماج والاستحواذ اللي هو الميرجرز اند اكوزيشنز موديلز اللي هو الM&A. هنا بيبقى في صفقة كبيرة بتغير شكل الشركة، يعني شركة بتشتري شركة تانية. فالنماذج ديت لازم تبين شوية تفاصيل مهمة زي سعر الشراء بتاع الشركة اللي هنستحوذ عليها، هنحتفظ بالشركة ديت قد ايه، امتى هنبيعها او نخرج من الاستثمار، وكمان لازم النموذج يوضح ازاي هنسدد اي تمويل خارجي استخدمناه. يعني مثلا هل خدنا قرض من بنك، طلعنا سندات، التمويل ده لازم يدخل في الحسابات، وبرضه لازم نحسب العائد اللي بيطلع للمستثمر
اللي حط فلوسه في الصفقة. بعد كده في نوع اسمه نموذج الدمج المتكامل اللي هو الانتجريتد كونسوليديشن موديل. النماذج ديت بتحسب ربحية السهم اللي هو الاي بي اس ومؤشرات مالية تانية قبل وبعد عملية الاستحواذ، وده علشان تعرف إذا كانت الصفقة نجحت ولا لا، وهل الدمج فعلا حصل زي ما كنا متوقعين. في النهاية النمذجة المالية هي أداة أساسية لأي شخص شغال في مجال الفاينانس أو بيحتاج ياخد قرارات مالية مهمة. فسواء كنت بتقيم استثمارات أو بتعمل صفقات اندماج واستحواذ أو بتخطط لمشاريع جديدة، النماذج المالية بتساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على التحليل مظبوط للبيانات والافتراضات. ومع الكورس ده هنتعلم خطوة بخطوة كل اللي انت محتاجه علشان تكون محترف في بناء النماذج المالية. أخيرا الكورس ده مدفوع مش مجاني، بس علشان تتأكد من جودة المحتوى بنحط لك كام فيديو جديد علشان تشوف مستوى الكورس. الكورس هيعلمك النماذج المالية بكل تفاصيلها وهيخليك حرفيا تتقنها، ومع الكورس هتستلم ملفات تطبيق عملي هتطبق عليها مباشرة بمجرد ما تشترك معايا. الكورس ما فيهوش أي تنظير، كله عملي وبعيد عن أي حشو. ولو حابب تعرف تفاصيل أكتر أو عندك أي استفسار ممكن تسيب لي تعليق أو تتواصل معايا من خلال الواتساب. هتلاقي لينك الواتس موجود في وصف الفيديو. أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.